انسحب من دوري الخطيب. انسحب من الدوري يا خطيب. اكرم لنا ننسحب من الدوري. هي باينه. سيبكم بقى من مستوى اللعيبه، وسيبكم من الكلام اللي بيتقال، وسيبكم من لعيبتنا وحشه والمبالغ اللي بتدفع واهدار المال العام والازمات اللي عماله تتصدر لنا والكلام ده كله، واللعيبه اللي مش رجاله في الملعب. سيبكم من الكلام ده كله. اديكوا شفتوا التوجيه علني والفجور علني. ده مش هقول لك بقى اهلاوي، ده مفيش زملكاوي النهارده بيفهم يقول لك على الكرة دي مش ضربة جزاء. مفيش واحد في العالم لو عيل صغير بيفهم هيقول لك على الكرة دي مش ضربة جزاء. حكم الفار ندهله وبرضه مصمم انه ما يحسبهاش ضربة جزاء. الواد فارد ايده متر جنبه والكرة متشاطة من على بعد 10 متر، وما فيش اي داعي لفردة الايد والايد مكبره الجسم. لا هي جايه من الارض ولا هي جايه من جسمه ولا هي جايه من مسافه قريبه ولا اي حاجه، والحكم شايفها ومتاكد انها ضربه جزاء وهو مصمم انه ما يحسبهاش ضربه جزاء. يا جماعه هو عارف هو نازل يعمل ايه. في توجيه باين جدا جدا جدا. لا تقول لي بقى رئيس لجنه حكام اللي اسمه اوسكار ده ملوش، ده في الطراوه، ده نظام مصلحه، ده فلوس، ده جاي ياخد دولارات وخلاص. قولوا لي حاجه واحده عملها او طور بيها التحكيم من ساعه ما جه. قولوا لي حاجه واحده. فيعني لا تقول لي هاني ابو ريده اللي طور حاجه في كره القدم، ولا له اي لازمه، ولا بيقف مع النادي الاهلي، ولا بيقف مع الانديه في الازمات خالص، ولا احمد مجاهد ولا طه ولا طه عزت ولا اي حد. كل دولت سوري مناصب، فلوس، خلاص كلها مصالح بتتقضى بالتليفونات. يا باشا الفريق ده يتغلب النهارده، حاضر. يا باشا الفريق ده يطلع من النهارده، حاضر. طب عايزين تطلعوا الدوري وموجهينه للنادي بيراميدز او الزمالك، خلاص يا جماعه ما باينه. فبعد اذنك يا كابتن الخطيب لا تجيب حكام اجانب بقى لبيراميدز والزمالك، لان احنا من البدايه قلنا قبل بدايه الدوره النهائيه دي الست مباريات دولت، قلنا بعد اذنكم يا اداره الاهلي هاتوا الحكام اجانب للست مباريات، مش بس البيراميدز والزمالك. ولساننا اتهرى ولساننا اتبرى وعمالين نهتي بقالنا اكتر من شهر. يا جماعه هو ليه الاهلي ما طلبش للست مباريات؟ هتصرف كام في الست مباريات؟ 200,000 $300,000. $300,000 للست. طيب انت ضيعت عليك ملايين، لان انت كده مش هتروح بطوله افريقيا. احنا بنسبه 70%، 70 مش هنقول 100%، بنسبه 70% كده خلاص مفيش دوري. فبقول لكم مفيش دوري. هتقول لنا ما بنرميش الفوطه؟ لا خلاص ارموا الفوطه، لان هي باينه. يا جماعه في توجيه، والله العظيم الحكم نازل عارف هو نازل يعمل ايه. ما تقنعنيش ان ده حكم ودرس فن التحكيم وعنده ضمير وبيراعي ربنا ويقول لك ان دي مش ضربة جزاء. ما تقنعنيش. ما تقنع يا عم، والله العظيم ده انا مش لو بشجع الاهلي ولا بشجع الزمالك، ده انا لو بشجع كوالالمبور. ما ينفعش اللي حصل النهارده ده اسمه فجر تحكيمي. مش فجر بقى، مش عايزين ندخل في نوايا الناس، بس هو في حاجه غلط. في حاجه واحنا كلنا النهارده حسيناها بنسبه مليون في الميه. مش هنقول بقى على ماتشات الزمالك وماتشات بيراميدز واللي بيحصل فيهم وضربات الجزاء اللي ما بتتحسبش والطرد اللي ما بتتحسبش والدهس على الرجلين وما بيتحسبش طرد ولا اي حاجه، واحنا الهمسه واللمسه وكل حاجه محسوبه علينا. مش هنتكلم في الكلام ده، بس ادولنا حقنا. احنا وحشين، لعيبتنا وحشه، احنا اوحش لعيبه يا عم في الدوري المصري، احنا اسوأ لعيبه في الدوري المصري. بس ادولنا حقنا. لنا ضربه جزاء ادوها لنا، لنا ضربه جزاء ادوها لنا. احنا وحشين بس ادولنا حقنا، لكن بالطريقه دي لا هناخد حقنا ولا هنعرف ناخد حقنا. فبعد اذنك يا اداره الاهلي، بعد اذنك يا كابتن يا خطيب، انسحب من الدوري في 60 داهيه. هتخسر ايه؟ هتخسر الدعايه بقى والاعلانات واللي مش عارف ايه والكلام ده في 60 داهيه. ما احنا خسرين كتير في فلوس المدربين. مش كفايه واحد زي اللي اسمه تروب التعبان ده اللي مش فاهمين له اي حاجه، وقبليه ريبيرو، وقبليه مش عارف مين، وقبليه مين. ما احنا عمالين نخسر في صفقات فاشله زي كموشه ده، ولا زفته، واللي قبله مين، واللي قبله مين، الحاج العجوز اللي جبته لنا ده. فبجملت بقى كل الصفقات الفاشله اللي جات لنا في الصيف، ولا الاخ اوتاكا، مروان اوتاكا اللي مش عارف فرحان بشعره. احنا ما عندناش مهاجم. نادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا، التوب في افريقيا وفي العرب، ما عندوش مهاجم. تخيلوا يا جماعه، ما عندناش مهاجم. عندنا مهاجمين بنتعكز عليهم كده زي محمد شريف واوتاكا ولحد لما ربنا يسهلها، لحد لما ربنا يسهل على ما تفرج مهاجمين، على ما تفرج. فاحنا ما عندناش مهاجمين، تمام. واللعيبه بتاعتنا بتتعالى وبتاخد مبالغ على الفاضي.
تمام، والتحكيم ضدنا. اتحاد الكوره ما بيقفش جنبينا، ولا وقف جنبينا في ازمه افريقيا، ولا في ازمه الجمهور بتاعت افريقيا مباراه تونس، ولا وقف جنبينا في اي حاجه. فهاني ابو ريده ملوش ثلاثه لازمه، مجاهد ملوش الف ثلاثه لازمه، اوسكار رئيس لجنه الحكام ملوش ثلاثه لازمه، ولا له اي ثلاثه لازمه، ولا الحكام. والحكام بتنزل متظبطه يا باشا بالتليفون، والله كله بالتليفون، والله العظيم كله بالتليفون. يا باشا الماتش ده خلاص يخلص كذا، الماتش ده كذا. لا، انما لو احنا رجاله هندوس على الحكام وندوس على اللعيبه، هندوس على الحكام وندوس على الفرق اللي قدامنا، مش هيفرق معانا ظلم التحكيم. لكن احنا مش رجاله في الملعب، فخلاص ادونا بقى حقنا، ادونا حقنا. احنا عارفين ان احنا وحشين، ادونا حقنا. لكن الحكم رايح وما كانش عايز يروح للفار لحد ما محمود عاشور نده له. محمود عاشور اللي هو المفروض احسن حكم دولي للفار اللي رايح كاس العالم، نده له، قال له دي ضربه جزاء واضحه، والحكم مصمم ويروح يشوفها ويرجع تاني ويدي انذار، ويروح يشوفها ويرجع تاني. عايز يلاقي اي مبرر لنفسه، مش لاقي. ومع ذلك برضه ما حسبهاش، مع ذلك برضه ما حسبهاش. ما فيش اي عيل صغير هيشوف الكره دي ويقول لك عليها مش ضربه جزاء. اسالوا اي حد. لكن خلاص احنا مش هنتعب حالنا، ولا هنتعب اعصابنا، ولا هنتعب نفسنا. يا جماعه مش عايزين الدوري ده، لان اصلا مش هناخده. احنا مباراه واحده كمان اتعادلنا فيها، شكرا. نسبتنا بقت في الدوري بنسبه صفر، بنسبه صفر لو مباراه واحده اتعادلنا فيها، شكرا. يعني احنا دلوقتي منتظرين بقى ايه؟ تعثر نادي الزمالك وتعثر نادي بيراميدز، مستنيين تعثر الانديه التانيه. طب ده ينفع؟ ده ينفع؟ ده ينفع بعد كل الصرف وكل الملايين وكل النجوم اللي عندنا ده؟ نجوم ولا ليها ثلاثة لازمة، ولا والله العظيم ولا ليهم ثلاثة لازمة. نلعب بالأشبال أحسن لنا. يا عم انسحبوا بقى، بلا دوري بلا قرف. كرهتونا في الكورة وكرهتونا في كل حاجة، والتحكيم كرهنا في كل حاجة. حرام عليكم، حرام عليكم بقى، يعني كفاية كده، كفاية. بلاها دوري السنة دي، ما تنتظروش حاجة. وأنا بقولها رسالة إلى جميع الأهلاوية: الدوري مش في الجزيرة السنة دي. أوكي، سلام عليكم.